صرح مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة بأنه تم إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في واقعة مقتل القيادي الشيعي حسن محمد شحاتة وآخرين بمنطقة أبو النمرس بالجيزة بتاريخ 22 يونيو الماضي قبل هروبه إلى دولة ليبيا. وتمكنت أجهزة الأمن بمدينة مرسى مطروح من إلقاء القبض على حمدي محمود المطلوب ضبطه وإحضاره من النيابة العامة في واقعة مقتل القيادي الشيعي وآخرين. واعترف المتهم بما توصلت عنه التحريات بأنه كان في طريقه للهروب إلى دولة ليبيا من خلال تسلل الحدود بطريقة غير شرعية خوفا من الملاحقة الأمنية. معانا اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح. مساء الخير سيادة اللواء. اهلا يا فندم، اهلا بحضرتك. يعني تفاصيل إلقاء القبض على المتهم في واقعة مقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة. هو زي حضرتك ما ذكرت كانت وردت معلومات للاجهزه الرقابيه بالمديريه اداره البحث الجنائي والامن العام والامن الوطني ان عن طريق احد المصادر ان المتهم عقد ملاحقته امنيا في الجيزه وامكانيه القبض عليه في وقت قريب انه سيتوجه للسفر الى ليبيا للاختفاء بها فتره او حسب ما ترى له او يطلع منها الى احدى الدول الاخرى. تم تقنين هذه الاجراءات وتم عمل عدد من الاكمنه والتمركزات. تمكنت احدى هذه الاكمنه من ضبطه، كان بسياره ميكروباص مع اخرين، وتم مواجهته بالمعلومات والتحريات واعترف وقال انه كان في طريقه الى دوله ليبيا، وتم ترحيله بحراسه مشدده الى امن الجيزه لاستكمال الاجراءات والعرض على النيابه. تمام. بالنسبه يا فندم يعني للاحوال الامنيه بمطروح بشكل عام. الحمد لله الاحوال الامنيه في مطروح مستقره. احنا في تنسيق كامل بيننا وبين القوات المسلحه لتضييق الخناق على مهربي المخدرات والاسلحه والهاربين من الاحكام. فيه تمركزات والاقوال. احنا فجر اليوم تمكن التمركز الامني بطريق العالمين وادي النطرون من ضبط السياره وبقى 82,000 قرص رمادول وكنا الساعه 3 فجرا. فاحنا قواتنا في حاله استنفار كامل بالتنسيق مع القوات المسلحه والاجهزه الرقابيه، وانا بطمن الجميع على الحدود الغربيه بفضل الجهود المبذوله والقوات المسلحه ووجودها جنب الشرطه، وبفضل وعي واهالي شباب مطروح وعمد ومشايخ وشيوخ العشائر بمطروح. اشكرك شكرا جزيلا اللواء العناني حمودة مدير امن مطروح.